بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لموضوع ترشح الإسلاميين إلى منصب رئيس الجمهورية، ده إفراز طبيعي للحركة الإسلامية عامة على المستوى داخل مصر أو خارج مصر، أو هو النتاج الطبيعي لدور التيار الإسلامي والحركات والجماعات الإسلامية داخل الشارع المصري. مسألة وصول الأحزاب الإسلامية والجماعات الإسلامية متمثلة في حزب النور وجماعة الإخوان وحزب النور السلفي وجماعة الإخوان الحرية والعدالة والجماعة الإسلامية البناء والتنمية وجميع أطياف العمل الإسلامي. وصول كل هذه الجماعات بهذا المستوى من الظهور الإعلامي والظهور على سطح اللعبة السياسية في مصر، ده إفراز طبيعي. الحركات الإسلامية ليها جذور في الشارع المصري، في كل بيت وفي كل مكان، وإن كان القمع في نظام مبارك والاعتقالات والسجون هي الناتج الطبيعي لتمكين هذه الجماعات على مسرح السياسة المصرية، لأنهم أصيل من وجود هذا الامتداد للحركة. بالنسبة للمرشحين الرئاسة، احنا عندنا 4 مرشحين للرئاسة: الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الباشمهندس خيرت الشاطر حديثا، الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، الدكتور العوة. لما نيجي نتكلم عن دور جماعة الإخوان والضغط والتأييد، ونتكلم عن حزب النور ونظرته لمرشح الرئاسة، ويعتبر بالنسبة الأقرب لحزب النور هو الشيخ حازم أبو إسماعيل. ولكن ظهور الشاطر فجأة على المشهد عمل ذبذبة، بل عمل اتهام خطير لجماعة الإخوان المسلمين، اتهام اللي ينظر ليه من ناحية الدقة الإعلامية هيقول إن جماعة الإخوان دي خاينة، وجماعة الإخوان دي فعلا في مؤامرات ودسائس، وجماعة الإخوان يعني. ولكن الناظر والمتريث في الأمور ممكن يبرر كل المواقف وليس انسياقا وراء نظرية السمع والطاعة وهكذا. حازم أبو إسماعيل ظهر في الإعلام وخد مساحة جيدة من الدعاية والمناظرات وكسب شعبية. يعتبر الراجل منهجه جميل ووسطي لين، نال قبول رجل الشارع العادي، ونال قبول واحترام المثقفين والمراقبين، ده شيء على الحياد. وايضا يعتبر حازم أبو إسماعيل قدم برنامجه وصدفته القنوات اكثر يعني، واعتبر اكثر المرشحين حظا وحظوة في الاعلام. وان كنت كل مره بيتعمل لقاء مع الاستاذ حازم أبو إسماعيل كنت بتخوف من لعب المذيعين والاعلاميين وفريق الاعداد خلف الكاميرات، لان كان بتبقى فيه اسئله يعني ظاهره فيها الرحمه وباطنه من قبلها العذاب، يعني الاسئله كانت مليئه بالسم. ولكن من ذكاء الرجل ان هو كان بيتفادى. وطبعا انا بعيب على بعض المذيعين مساله الهجوم والانقلاب، يعني المذيع هو مذيع، يعني هو فن يتكلم يعرض، لو اتخذ رأي خلاص ما يتعمل له برنامج ويحضر ويقول رأيه في البرنامج. مش معقولة يكون ضيفك امبارح
الرجل، استضفت هذا الرجل فيبقى حتى في بينك وبينه شعرة معاوية. وصول المعلومة بالنقد والسخرية، يعني كما قال الشاعر بالخط بالجد يخلطه بقول الهازلي، يعني يقول لك حاجة زي السم بس يقول لك بطريقة ضحك. فطبعا ده بالنسبة للأستاذ حازم أبو إسماعيل. وطبعا مسألة البوسترات أنا تكلمت مع مسؤولين من الدعاية من باب إن أنا أصل أن هذا الرجل مدعم، أو أن هذا الرجل في وراه يعني رجال أعمال سيكون لهم نصيب من الكعكة بعد تولي حازم أبو إسماعيل الرئاسة. أنا تبينت على حد معلوماتي وجهدي إن ده كلها اشتراكات شخصية وذاتية قائمة، إن هذا الرجل سيقدم المشروع الإسلامي السني السلفي الصرف، اللي الجماعات الإسلامية اللي أيدت حزب الحرية والعدالة أو أيدت نور السلفي أو البناء والتنمية، الناس اللي أيدت الناس دي في منها فصيل كبير بيرشح حازم أبو إسماعيل نظرا للمرجعية الواضحة أنها سلفية وسنية. بالنسبة للدكتور عمر دكتور عبد المنعم أبو الفتوح، هو مشروع إسلامي صرف منفتح متعدد النوافذ. كيان عبد المنعم أبو الفتوح كيان من جماعة الإخوان، كيان أصيل ولا يشك أحد في دينه والتزامه وقوته وحجته. هو من زمان كنا بنتابع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وهو يعني ستريت لاين، خط مباشر في فكره وفي طرحه وفي تميزه، حتى ان الناس كانوا بيقولوا ان منفتح عن جماعة الاخوان، ولكن هذا الرجل لم يتخلى عن ثوابت الدين. ومسألة الاعتراف بإسرائيل وحكم الردة، حكم الردة في كلام علماء، ولكن هو ما كانش يتقال مرة واحدة كده، تخوف الإسلاميين من حرية الاعتقاد. طبعا هو الحاجات ديت فيها فتوى شرعية، خلاصتها موجودة على اليوتيوب. رد الشيخ الشعراوي على مسألة الردة. الناس مش هتمشي لوحدها، الرؤساء مش هيمشوا لوحدهم، المشروع الإسلامي مش هيمشي لوحده، بل إن المشروع الإسلامي سيأخذ من جميع الكيانات والقيادات